قالتي فرنسا قالت لك الزيتون ديال المغرب مسموم وما غاديش باقي نشريو من عندكم حتى تستوفيو المعايير والشروط الاوروبيه. فرنسا منعت واحد الشحنه ديال الزيتون جايه من المغرب بسبب بعض المواد المحظوره. وقبل ما ندخلوا في التفاصيل ما تنساوش ديروا واحد لايك واشتراك في هذه القناه الجديده وشكرا لكم. وفي التفاصيل قررت السلطات الفرنسيه منع دخول واحد الشحنه ديال الزيتون جايه من المغرب بعد ان كشفت التحاليل المخبريه احتوائها على نسبه مرتفعه من مبيد كيميائي ممنوع الاستعمال منذ سنه 2020 بسبب مخاطره الصحيه الجسيمه على الانسان. وتيجي هذا القرار في اطار سياسه المراقبه الصارمه التي تنهجها فرنسا تجاه المنتجات المغربيه المستورده لضمان مطابقتها للمعايير الأوروبية المتعلقة بسلامة المستهلك وجودة الأغذية. في المغرب عبر مرصد حماية المستهلك عن قلقه إزاء هذا التطور، مؤكدا دعمه الكامل لتشديد المراقبة على الزيتون والمنتجات الزراعية الموجهة للسوق الوطنية أو التصدير. ودعا المرصد إلى ضرورة احترام المعايير الصحية في جميع مراحل الإنتاج من الحقل إلى المستهلك، محذرا من أن أي تهاون في هذا الجانب يمس مباشرة بصحة المواطنين وبسمعة المنتوج المغربي في الخارج. ويعتبر المبيد الذي تم اكتشافه ضمن الشحنة مادة سامة تؤثر بشكل مباشر على الكبد والجهاز الهضمي، وقد تم حظره منذ 5 سنوات في الاتحاد الأوروبي ضمن جهود الحد من استعمال المواد الكيميائية الخطرة في الزراعة. ويؤكد الخبراء أن هذا الحادث يشكل جرس إنذار يستدعي مراجعة منظومة المراقبة في المغرب، سواء فيما يتعلق بتتبع استعمال المبيدات أو بالرقابة على سلسلة التوزيع لتفادي أي ضرر محتمل على صحة المستهلكين أو على سمعة الصادرات المغربية. ويأتي التحرك الفرنسي ليعيد إلى الواجهة النقاش حول مدى التزام بعض المنتجين المغاربة بمعايير الصحة الدولية، خصوصا أن الزيتون من المواد الغذائية الأساسية التي تدخل في النظام الغذائي اليومي للمغاربة وتشكل منتجا رئيسيا لصادرات المملكة. يعني دائما حنا كيخصنا حتى نشوفوا الأوروبيين هما اللي يديروا التحاليل، هما اللي اكتشفوا لنا أن المنتوجات فيها مواد سامة ومبيدات حشرية سامة، عاد نتحركوا. هذا تيهضر كيمثل خطر على المستهلك المغربي بدرجة أولى، لأنه هو المستهلك الأول لزيت الزيتون في المملكة. أن المغاربة يستهلكون زيت الزيتون بشكل تقريبا يوميا سواء في وجباتهم وكذلك في طبخهم، لذلك يجب على المسؤولين أن يتحروا في الأمر ويمنعوا أي مواد تشكل خطر على صحة الإنسان. فالأولوية هنا لصحة المغاربة، ما خصناش نبقاو نتسناو دائما البراني هو اللي يكتشف لنا المواد اللي كتكون سامة عاد نجيو حنا نديرو هنا قرارات. يجب على السلطات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية.